السلام عليكم. النهارده مديرية الطب البيطري أعلنت إن هي ضبطت 31 كيلو لحوم ودواجن فاسدة ولها روائح كريهة. البيان نزل من حوالي ساعة كده وقلب الدنيا. من ضمن الصور كان في صورة لمطعم شهير في منطقة العوامية، والناس ظنت إن الموضوع أصلا حصل في المطعم بتاع العوامية، لكن الفكرة إن هم ضبطوا ال 31 كيلو دول في مطعم شهير في شارع التلفزيون مش في العوامية. الصورة نزلت بالخطأ لأنه كانت ضمن جولة على المطاعم، فاتحطت الصورة دي من ضمن الصور، فالناس ظنت إن المطعم ده هو المطعم بتاع العوامية. تواصلت شخصيا مع مديرية الطب البيطري وأكدت المعلومة إن المطعم في شارع التلفزيون مش بتاع العوامية. بتاع العوامية ما ضبطوش فيه أي حاجة، وده طبعا إحقاقا للحق وللمهنية عشان الناس ما تتضرش في أكل عيشها. طيب مديرية الطب البيطري بتقوم بجولات كل فترة زي كده. الناس بتسأل ليه مش بنعلن عن اسم المطعم اللي بيتمسك فيه الحاجات الفاسدة وكده. أولا إن في إجراءات قانونية وفي إجراءات في القضاء، لأن الموضوع بيحال للنيابة العامة وبيصل طبعا للحبس، وفي يعني أحسن الأحوال بيبقى غرامة. لكن انا ما ينفعش او كمديريه طب بيطري او احنا كصحفيين او صفحات ان احنا نعلن عن اسم. اولا كده انت دخلت في قضيه تشهير، لان الموضوع لسه قدام النيابه العامه ولسه هيروح للقضاء. طيب ليه برضو ما بنعلنش بعد ما بيدان الشخص؟ اولا عشان خلاص انت مش هتعاقبه مرتين، يعني هو كفايه عليه الحبس والغرامه اللي هو اخدها. لكن ان انت تعلن عن اسم المطعم او اسم المكان، انت كده بتضر الناس دي في اكل عيشها وبتكفلها تماما، انت كده بتعاقبه مرتين. طيب ايه الاجراءات اللي ممكن تصل فيها اغلاق المطعم نهائيا؟ اغلاق المطعم نهائيا بيبقى بسبب ان عدم استيفاء التراخيص اللازمه للمطعم. يعني المطعم معهوش رخصه، معهوش رخصه من الصحه او اي اجراءات فيها خلل. لكن مش مجرد انك بتضبط عنده لحوم فاسده او كده اللي بتصل لاغلاق المطعم. لا الطب البيطري ولا التموين ولا الصحه تستطيع اغلاق مطعم. اغلاق المطعم بيصل بعد يعني عدم استيفاء زي ما قلت الاوراق الرسميه. لذا وجب التنويه. شكرا لك.